عارفة جيركن الكلور اللي كل ما بيفضى بترميه ده بيطلع منه أفكار مفيدة جدا وشكلها حلو قوي. تعالي بقى أوريكي فكرة من الأفكار السهلة والمفيدة. هناخد الجزء اللي تحت اليد ده والجزء كمان اللي متركب فيه اليد. هبدأ أطلعه بالشكل ده بمقص صغير. هفرغ الحتة اللي فوق اليد دي كده علشان يديني شكل القلب، وهنساوي الجنبين كده بمقص. وهنبتدي بقى نركب الجزئين دول في بعض. هنعمل فتحتين كده بأي حاجة متسخنة على النار. لو انتي مش عندك الجاوية دي سخني مفكة على النار واعملي الفتحات دي وابدأي اربطي الجزئين مع بعض. انا ربطاهم بالقفيز البلاستيك اللي بتباع في محلات الادوات الكهربائية. بيبقى كيس يا جماعة، بيبقى مفيد جدا وبيربط، بيبقى متين قوي، يعني هتستخدميه في حاجات كتير. هتقوليلي مش عندك قفيز، هقولك اربطيهم بأي خيط او اي سلكة عندك. تمام كده، بس احنا هنربطهم علشان يبقى متين، يعني مش هنكتفي ان احنا نلزقهم. وبعد كده بدأت ان انا اديله رتوش كده باللون الذهبي. مش موجود عندك اللون او اي لون عادي، مفيش اي مشكلة، الفكرة هتنفع معاكي برضو بدون اي دهانات. بس انا حبيت الاضافة دي قوي لان كان عندي السبراي الذهبي ده، سبراي ذهبي رشيت منه في الغطا، وبدأت استخدم فرشة كده صغيرة ان انا اضيف اي رسومات عليه كده بالشكل ده. دي رسومات بسيطة خالص وسهلة على اي. مشيت الفرشة على الحرف من فوق كده واديته نفس الشكل كده، شكل عشوائي خالص. بصوا بقى الشكل جميل ازاي، مساحته حلوة ومتين وشكله كمان حلو قوي. ممكن تحطي فيه زرع في البلكونة او ممكن تستخدميه كمنظف او كمنظم للحمام.